عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان. اليوم سولتني واحد المتتبعه، قالت لي عافاك اختي الا ما هضرينا على تطور الطفل في الشهر السادس، يعني فيما يتعلق السلسله اللي كنت بديت. دونك غادي نهضر نزول على الرغبه ديالها، غادي نهضر بطريقه مختصره كما في الفيديوهات الاخرين، حيت الفيديو ما خصوش يكون طويل. دونك غنطرق لبزاف ديال يعني نقاط محدده كما في الفيديوهات الاخرين، يعني الرعايه ديال الطفل، يعني الرعايه اللي كتضم الاستحمام ديالو في هذا العمر هذا. يمكننا ندوشوا له الا كان الحال سخون كما كنقول، اما الا كان الحال بارد حتى هو نفس الشيء بالنسبه للشهور الاخرين. اذا كان الحال سخون ندوشوا له، يعني حتى اذا كان الحال الصيف كل نهار، اذا كان الحال يعني دافئ كل 2 مرات في السيمانه ولا مره في السيمانه. ونركز على الشعر، لان الشعر دابا كيبدا يكبر، وخا ما غاديش يكبر بواحد الوتيره كبيره. خصنا نهتموا به ونغسلوه بواحد الشامبوات اللي خاصه بالاطفال باش ما ديرش ليه الحساسيه. منطقه الحفاضه حتى هي من غير الدوش، يعني داك النظافه اليوميه، ولا الا دار البراز ديالو ولا ليسيل ديالو ولا لي بيزوان ديالو، خصنا ضروري نغسلوه نوطيوه بالماء دافي باش ونشفو مزيان باش ما يطيبناش، لان ما حدو كيكبر وهو خصو النظافه تكون يعني مينيسيوس. حاجه واحده اخرى، التغذيه ديالو كما كنت قلت لكم، ان التغذيه يعني في الشهر كاين شي وحدين كنبداو لهم في الشهر السادس، وكاين شي وحدين اللي كتوفر فيهم داك الشروط اللي كنت قلت، انه كيشد راسو مزيان، انه باغي الاكل، يعني كيبقى يتبع الماكله ملي كتكوني كتاكلي. يعني كنبداو الماكله ولكن باصناف، يعني كل نهار كل 3 ايام صنف، ونجربوا بشويه بشويه، وتكون لا تيكستور ديال الماكله تكون جاريه. دابا في الشهر السادس يعني غنبداو نزيدو نكملوا على هذا الشيء هذا، ولا الا كان اول مره غادي يبدا دونك نبداو معاه بحال اول مره. نجريو داك الماكله اللي غنعطيوه، ونجربوا كل نوع بوحديته مده 3 ايام باش نتاكدوا بانه ما دايرلوش الحساسيه. ملي كنتاكدوا بان ما دارلو لا حساسيه لا والو، كننتقلوا للنوع الثاني. يعني هضرنا على الشوفان بالنسبه للحبوب، على الروز، يعني نفس داكشي اللي هضرت في الفيديوهات الاخرين نفسهم، غير هي ما حدنا كنزيدو في الشهره، وحنا كندخلوا اصناف واحده اخرى. ولا تكستور ديال الماكله كتولي يعني اكثر صلابه، اكثر قصوحيه، زعما كنزيدو نقصحوها، لان الطفل في هذا اللاج هذا كيقدر انه يبلع، كيقدر انه يمضغ شي شويه، واخا ما عندوش زعما كيبلع بطريقه صحيحه، يعني ما نخافوش عليه انه غادي يتخنق ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين بالنسبه للماكله. وطبعا الحليب ديال الام، الا كانت الام كتعطي الحليب ديالها حليب الام، يعني ضروري منه، او الحليب الاصطناعي، وعلى حسب الام شنو كدير، او الا كانوا بجوج، يعني ضروري نكملوا التغذيه ديال الطفل ديالنا. واخا كنعطيوه الماكله نكملوه بالحليب ديالها او الحليب الاصطناعي، على حسب كل ام شنو كتعطي للولد ديالها. هذا بالنسبه للتغذيه. بالنسبه للتطور الحركي، هنا كيكون اكثر واكثر. بالنسبه للشوف الرؤيه كتولي اوضح، يعني كيولي الالوان كما كنشوفوا حنايا، كيوليو يشوفوا هما حتى هما كيميزوا الالوان، كيميزوا الاشخاص، يعني اللي يعني الاب والام كيولي كيحفظوهم، اللي عايشين معاهم في العائله كيكونوا مألوفين بالنسبه لهم، الا جا شي واحد غريب يعني كيعرفوا بانه غريب، انما مألوفش بالنسبه لهم. هذا بالنسبه للالوان. بالنسبه للحركه كيولي يعني العضلات ديالو اقوى، كيهز اللعب بيديه، اي حاجه كيبغي يشدها في يديه، اي يعني كيحاول انه يتقلب من، الا حطيتيه يتقلب من الظهر ديالو للبطن ديالو، ولا العكس. يعني الحركه كتولي اكثر تطور. ونشير لواحد الحاجه اللي كنت شرت ليها قبل، لان اي حاجه كيبقى يديها لفمو يقدر يرضع يديه، اي حاجه شدها في يديه كيديها لفمو، يعني بزاف. دونك خصنا نحرصوا على ان داك الحوايج اللي كيلعب بهم يكونوا منطفين، بحال اللعاب ديالو ولا داكشي اللي كيكون داير به. والظفران ديالو واليدين ديالو ضروري ومؤكد يكونوا، يعني نبقاو نقطعوهم الى طوالو، ننظفوهم مزيان، وباش الولد ديالنا يكون في امان، يعني الا دار يديه ما ينتقلوش شي ميكروب اللي غادي يضرو في الكريشه ديالو، ولا يسبب له شي مرض لا قدر الله.
هذا الشيء بالنسبه للتطور الحركي والعقلي. واللي نشير ليه واحد اخر اللي كنت شرت ليه قبل، هي ممنوع منعا باتا البيبي في هذا اللاج هذا قبل او قبل العمر السنتين يتحط في التلفازه ونخليوه هكا مركز في التلفازه ونمشيو نخدموا شغلنا، او نعطيوه التليفون ونمشيو نخدموا شغلنا، يعني لان هذا كيأخر النمو العقلي ديال البيبي ديالنا وكيأثر عليه بطريقه سلبيه. يعني فالله يجزيكم بخير، حاولوا ما امكن تحيدوا التليفون، تحيدوا التلفزيون، يعني تخليه يلعب ينمي يعني الذكاء ديالو باللعب، بيكتشف الاشياء هكا اللي قدامه. احسن بكثير بانك تحطيه قدام التلفازه ولا قدام التليفون. هذا بالنسبه للتطور العقلي والحركي. وفي هذا اللاج هذا غادي ناكد على واحد الحاجه اللي كتوقع واللي كتأرق بزاف الامهات، وهو التسنين. التسنين هو يمكن له يبدا، يعني هذا يختلف من طفل الى اخر. يعني كاين اللي كيبدا مثلا من الشهر الخامس او حتى الشهر الرابع كيبدا سنينه او جوج، وهذا كاين عاوتاني اللي كيبدا حتى الشهر السادس عاد كيبدا داك التسنين. ولكن كاين شي وحدين اللي كيتاخروا، ما نقدروش نهضروا على التاخير الا حتى تفوت سنه وشهرين او سنه على الاقل، عاد يمكننا نتقلقوا ونقولوا ان هذا الولد هذا راه تاخر في انه يسنن او يطلع السنينات ديالو. دونك في هذا الشهر هذا كيبداو سنينات يكبروا. دونك في الغالب كيبداو داك السنينات التحاته ومرهم الفواقه. المهم هذا الترتيب هذا ماشي لجميع الاطفال، يعني الترتيب ديال السنينات او زعما فوقاش كيطلعوا، يعني كل طفل وعلى حسب الذات ديالو. يعني ماشي ما نبقاوش نقيسوا كل طفل. يعني تجي تقول لك مثلا شي جارتك بان ولدي انا ها فوقاش دابا ولدك تعطل، ولدك هذا، ما نتاثرش نهائيا بهذا المحيط هذا، لان فوق اقل من عمر السنتين، السنه قبل اقل من عمر السنه ما نتقلقوش نهائيا، واللي مابقاوش نسمعوا للناس. يعني كل طفل والذات ديالو، كل طفل والجينات ديالو. دونك هذه النقطه حيدناها. بالنسبه للتسنين، كما كنعرفوا كيسبب يعني واحد الحريق للاطفال ديالنا، كيكونوا المزاج ديالهم ماشي هو هذاك. ممكن الاعراض اللي كيوقعوا للاطفال في هذه المرحله ديال التسنين، مع العلم ان كاين واحد الفئه اللي يقدر يسنن ويعني بطريقه مريحه حتى كتلقاي السنه طلعت يعني بدون مشاكل. ولكن هذا الشيء قليل بزاف. ولكن في الغالب كاين اعراض اللي يعني منها الحريق، لان البيبي كيبقى غير كيبكي، ما كيكونش عنده الخطر، ما كاين المهم ديما مقلق. كاين اعراض واحده اخرى بحال التريه، كيبقى يهبط له اللعاب بزاف، يعني كيتريق الريوق زعما كيهبطوا له بزاف. هذا حتى هو من الاعراض. كاين عاوتاني انه كيبقى اي حاجه كيديها لفمو كيبقى يعض فيها، كيبغي يحك، يعني بحال كياكل وداك الشيء كيضرو، كيبغي يحك داك البلاصه. كاين حاجه واحده اخرى، يعني ملي كتحلي الفم ديال البيبي، يعني البلاصه اللي كتنوض فيها السنه كتلقاها ملتهبه وحمراء. هادو كلهم كيدلو كاين شويش ديال السخانه، تقدر السخانه تجي يعني سخانه طفيفه من 28 جوج شرطات. شويه د الاسهال، يعني ماشي داك الاسهال عاوتاني المفرط، لان بعض المرات كيخلطوا الاباء كيقولوا كيجي البيبي الاسهال او كيجيه السخانه، كيقول لحقه هذا غير السنان غير كيسنن. لا، السخانه الا طلعت على اكثر من الحد ديالها، يعني 39 الفوق او 38 ونص الفوق، يعني هذا غيكون عنده شي مشكل، شي مرض خصو ضروري مراجعه الطبيب. ما نقولوش غير السنان لا، غادي يدوزو باش من الحاله ديالو ما تاغافاش. كاين عاوتاني اسهال ولكن بطريقه خفيفه، يعني ليسال ديالو بحال يوليو خفاف شويه، ماشي داك الاسهال ديال اللي كيدير بزاف د المرات وغير الماء. هذا كيكون مرض، يعني خص ضروري مراجعه الطبيب. خصنا نردوا البال لهاد الحوايج هادو، ما نخلطوش ما بين التسنين وبين ان الولد ديالنا يكون عنده شي مرض. الله يجازيكم بخير. المهم هادو هما الاعراض، واذا كان شي حاجه اكثر زايده على الحد ديالها دونك ضروري مراجعه الطبيب. ما غيكونش غير مشكل سنان، يقدر يكون مشكل سنان وشي حاجه واحده اخرى معاه. دونك باش ما ندوزوش يعني نمروش مرور الكرام على هذا الشيء هذا، ونخليو البيبي ديالنا يعني يتاغافا والميكروب ديالو يعني يلعب في الذات ديالو ويمرض لنا بزاف. خصنا ضروري يعني ننتبهوا لهاد الحويجات بحال هادو.
دونك هنايا كاين ندوزو لهذا الشيء هذا التسنين كاع شنو كيعطيو الاعراض ديالو، ولكن خصنا ندوزو دابا كيفاش نخففوا على الوليد ديالنا هاد المرحله ديال التسنين. كاين واحد الطرق بسيطه اللي نقدروا نديروها غير في الدار، بحال دابا داك اللعبه داك العضاده اللي كنقولوا كتشريها من كتكون نوعيه جيده طبعا، كتعقم وكل شيء، نديروها في الثلاجه لان البروديه كتخفف شويه داك الالم ديال التسنين. نديروها في الثلاجه غير لتحت ماشي في الفريغو، على ما تبرد شي شويه وكنعطيوها له كيبقى يعض فيها. دونك هذه كتعاونوا بزاف. نقدروا ندلكوا له غير بيدينا، نغسلوا يدينا مزيان ونحاولوا ندلكوا له غير بيدينا هكا، حتى هاد الحركه هذه كتخفف عليه بزاف. كاين حاجه واحده اخرى، لان في عمر 6 شهور نقدروا نشوفوا بحال دابا شي فاكهه تكون قاصحه، مثلا التفاح، مثلا شي طريف ديال التفاح كبير يكون ماشي صغير، باش ما يمشيلوش في حلقه ويدير شي فوسغوت، يعني يكون كبير ونحاول يكون بارد حتى هو كيبدا ياكل فيه وكيحك به داك السنينات. بحال طريف ديال الجزر حتى هو كينفع في هذه القضيه هذه. دونك هذه غير محاولات باش نخففوا من هاد الحده ديال الالم اللي كيشعر بها داك الطفل ديالنا. وطبعا كتكون رغبه الاكل زعما كتنقص، ويعني هادو كلهم اعراض ما خصناش نخافوا، لان دونك كتكون غير مرحله ودايزه، نصبروا حتى دوز. نحاولوا نعاونوا غير بهذا الشيء هذا. بالنسبه للجال اللي غيسولني على، كاينين دي جال اللي كيديروهم هادوك، تمت الدراسات من بعد، لان بزاف زعما لقاو انهم كيديروا بزاف ديال المشاكل، فما كاينش محسن من الحاجه الطبيعيه. نحاولوا نتفاداو داك لي جال وداك الشيء، لان يعني اللي ثبت انهم كيديروا مشاكل من بعد. الحاجه اللي فيها كتكون فيها الشبهه نحيدوها كاع مره، ونصبروا مع وليداتنا وحتى تدوز هذه المرحله، وان شاء الله تدوز على خير وبخير. بالنسبه سالينا هذا الشيء هذا، كي في الشهر السادس نهضروا دابا على التطعيمات اللي كاينين. كيكونوا 2 تطعيمات في النهايه ديال الشهر السادس. الشوكه كتضرب في البخد يعني ديال الامراض الخماسيه، وكاين نقاط كتعطاو في الفم ديال شلل الاطفال. وهذا الشيء اللي كاين كنظن انني باختصار يعني لميت بجميع الحوايج اللي كيوقعوا يعني في الشهر السادس. وكنتمنى تكون زعما المعلومه وصلت بطريقه بسيطه وكل شيء فهمها. ولان ما الفيديو خصني يكون يعني الفيديو قصير، ما كاين ما بغيتش ندخل في التفاصيل لان تفاصيل كثيره الا جينا نهضروا بالتفصيل على كل شيء. دونك انا حاولت ما امكن نلخص ما امكن ونوصل غير داكشي المهم اللي كيهم العيالات زعما والامهات يعرفوا في هذا السن هذا. وكنتمنى نتلاقاكم في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله، وتتمه هذه السلسله ان شاء الله بحول الله. يلا تبارك الله عليكم.